حسم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل أمر عودة المهاجم السوري الدولي عمر خريبين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من رحلة إعارته إلى نادي بيراميدز المصري الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ الرئيس السابق لهيئة الرياضة والرئيس الحالي للهيئة العامة للترفيه والاتحاد العربي لكرة القدم. وبعد مشاورات فنية عديدة وقراءات فيما قدمه المحترفون الأجانب في الفريق خلال الموسم الحالي وكذا اللاعبين الآخرين الذين تعاقد معهم النادي في فترة الانتقالات الشتوية، فإن الأمير محمد بن فيصل قرر عدم تجديد إعارة خريبين لنادي بيراميدز. فبحسب تقارير صحفية مصرية وأخرى محلية، رفضت إدارة الزعيم التخلي عن خريبين لصالح النادي المصري سواء على سبيل تجديد الإعارة أو البيع النهائي، فقد عرض بيراميدز شراء عقد اللاعب أو استعارته مجددا إلا أن الطلب قوبل بالرفض. وينتهي عقد اللاعب عمر خريبين مع نادي الهلال منتصف عام 2021، وسيسعى النادي للعودة للاستفادة من الخدمات الفنية التي يقدمها خريبين داخل الملعب. فمنذ انضمامه للدوري المصري لعب 7 مباريات سجل 5 أهداف فيها. يذكر أنه منذ إعلان نادي بيراميدز في شهر سبتمبر الماضي التعاقد مع خريبين على سبيل الإعارة بدءا من يناير 2019 صاحب ذلك موجة اعتراضات عارمة لدى جمهور الزعيم ورفضوا رحيل اللاعب، إلا أن التوصية الفنية من المدير الفني السابق للفريق الهلالي خورخي خيسوس بعدم حاجة الهلال لجهود خريبين في الوقت الحالي أعطت الضوء الأخضر للإدارة بالموافقة على رحيله للدوري المصري الممتاز. وتعاقدت إدارة الزعيم الهلالي في الشتاء مع المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو الذي كان من المفترض أن يكون بديلا لأحسن لاعب في آسيا 2017، إلا أن سوريانو لم يقنع الجمهور أو الجهاز الفني ولا حتى الإدارة التي تنوي الاستغناء عن خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي تريد عودة خريبين مرة أخرى لكتيبة الموج الأزرق. شاركنا رأيك على هذه القرارات في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.